القلم. ايوه صح. واخد بالك؟ صح. وبعدين برضو من خلال الكلام دوت انا بوجه رساله لحسين الشحات. يا حسين، انت اللعيب الوحيد اللي في مصر دلوقتي اللي في قمه سعادتك ومستواك، وانت الوحيد اللي بره الانتقادات الفتره الاخيره دي بدايه من الدور الثاني. واخر فتره انت مجدد بمبلغ خيالي في النادي الاهلي. تاني حاجه في ماتش الزمالك جايب جونين اللي هو في اكبر نادي بعد النادي الاهلي. يعني الامور كلها ماشيه معاك. انت بتقول حاجه، اصل هو شتمني بوالدتي ومراتي، صح؟ محدش سمع، دي اول حاجه. يعني محدش من الجماهير سمع، ماشي. انت رحت عملت الفعل ده، لو انا منك بقى وكنت هقف جنبك ما اروحش اعتذر، طالما ان هو شتم ماما والحاجه ومراتي، لا ما اروحش اعتذر. حتى لو هقف هتوقف 6 شهور، حتى لو هتخصم مني 5 مليون جنيه مش 500,000. مش هو شتم اهل بيتك؟ انت راح تعتذر ليه؟ وطبعا سيبك بقى من المطبلاتيه اللي بره، اصل هو شتم، هو مش لا. دي حاجه. تاني حاجه، جمهور الاهلي ما بيسيبش حد في حاله، صح؟ انت دلوقتي الراجل وانت قلتها امبارح، الراجل غلط وعمل كده، صح؟ طب وانت عارف ان جمهور الاهلي قال له ايه؟ ما جمهور الاهلي بيمسك رمضان صبحي شتيمه من اول مباراه لاخرها وبالفاظ، وارجع للفيديوهات وعبد الله السعيد والناس دي. مش كبير. ما بتوقفش للجمهور، بلاش. السلام الوطني وهو بيبدا في غلوشه بتبقى على السلام الوطني. وقلنا ساعتها يا تلغوا السلام الوطني يا اما الناس تحترم نفسها. حصل؟ واخد بالك؟ فانت خايف تعاقب النادي الاهلي وجماهيره وراح تقول لا اصل هو الراجل عمل كده. طب ما تشوف المدرج قال له ايه؟ ما ترجع زي ما انت بتطالب يتوقف الواد يتوقف، وفي نفس الوقت اوقف الجماهير. قول في مثلا الماتش اللي جاي من غير جمهور عشان برضه يحترم نفسه، عشان يبقى في انضباط في الملاعب. انما انت لا، ما فيش الكلام ده خالص. واخد بالك؟ وكلمه النادي الاهلي وجماهيره سايده فوق اي حد، عشان كده مش هيبقى في عندك كوره. بس النادي الاهلي يعني اثبت في واقعه حسين الشحات ان هو فعلا فوق المنظومه بالقرارات. بالظبط، كشف المنظومه. بالظبط. انا بقول لك القرار اللي خده محمود الخطيب بتغريم حسين الشحات نص مليون جنيه. بص، انت دلوقتي كابتن محمود الخطيب لما جه العقوبه بتاع الكهرباء، اول واحد قال لك لا احنا مش موافقين عليها، صح؟ المليون جنيه وال 12 مباراه، صح. لما لقى العقوبه بتاعت حسين الشحات، السب ثم الضرب بالقلم ثم ان مفيش مبرر ليك يا حسين، انت المبرر الوحيد اللي يعني لا احنا سمعنا شتيمه وبعدين انت نازل اصلا متضايق ومش في حالتك عشان قاعد احتياطي، ثم جالك ضربه جزاء انت اللي جايبها وضيعتها. فمهما كان ما يحصلش منك التصرف ده، واخد بالك؟ فقولت بقى لما الرابطه تدي 20,000، انتوا خايفين ليه من النادي الاهلي؟ اذا كان النادي الاهلي ادى 200,000 ده قبل الكابتن الخطيب ما يدي، واخد بالك؟ لا قول 8 ماتشات، واخد بالك؟ هو قال لك حسب اللائحه. لائحه ايه؟ تخيل انت بقى لو واحد من بيراميدز هو اللي ضرب لعيب من الاهلي، كان هيترحل. يعني حط الشيبي ده هو اللي ضرب حسين الشحات، اقسم بالله ده كان اتحكم عليه ما يقعدش في مصر ولازم يترحل، وكان هيحصل الكلام ده وهيتفسد المصري وعارف جمهور الاهلي والزمالك. يعني هو راجل مصري يشتموا بقى، احنا نقول الحق بقى. يا يشتموا كابتن ابو دهب، انت كذاب. لا بس كابتن رضا، كنتش رحت هنا. كابتن رضا اهدى بس. لا ده هي طب بس يعني انا في الاول ما كنتش بطبل. لا ما كنتش بتطبل دلوقتي بتطبل. يقول لك اصل الشيبي وهيلف على الشيبي مهما كان ما تضربش بالقلم. بس هو مش علي معلول يا كابتن تونسي محترف؟ ساسي ما كانش محترف. طب ما علي ضرب بالاهلي ما كلمتش ليه؟ يا كابتن ما احنا قلنا اهو بتعترض للبيع على حسين الشحات. انا لا على علي معلول لما ضربه في ماتش السوبر النهائي اللي فين؟ لا طب ما قلنا هو مين اللي عامل لك الفجوه دي يا اسلام؟ لان ما فيش قرار بيطلع من راجل ذكر في اتحاد الكوره بياخد قرار. انا اتضربت في الماتش امبارح وانا الاهلي احرج اتحاد الكوره واحرج المنظومه الرياضيه لما خد القرار ده. طب انت اتحاد الكوره مستني مين عشان تاخد القرار؟ ما تقول لي يا اسلام مستني مين ياخد؟ الاهلي خد القرار وعاقب اللعيب بتاعه عشان ده مش تصرف وده تصرف جديد على النادي الاهلي ونشوفه. لكن انا بكلمك ان برضو الشيبي ما تعفوش من المسؤوليه. لا ولا مالكش دعوه بالجماهير، ولا يشيل مالكش حاجه ان انت تعمل. لا النادي الاهلي اكبر منك ومن الانديه المغربيه. لا ثواني بس، ثواني بس، ثواني بس. كابتن ابو الدهب، كابتن ابو الدهب، لا كابتن ابو الدهب، كل الاحترام كابتن ابو الدهب. انا اللي بتكلم بقى خلاص، انا سايبك تتكلم من الصبح. كل الاحترام للانديه المغربيه على دماغي كابتن ابو الدهب. ثواني بس، انا بتكلم مش عايز حد يتكلم خلاص. كل الاحترام للانديه المغربيه وللكره المغربيه، ومش تصرف من لاعب حتى ولو كان غلط هيخلينا نقعد نقول تصريحات غير مسؤوله. كابتن ابو الدهب مع كامل احترامي لحضرتك
وكامل احترامي لاي حد. لكن كابتن ابو الدهب انا بتكلم بعد اذنك. الكرة المغربية الناس محترمة جدا، الجماهير المغربية ناس محترمة جدا، الأندية المغربية الكرة في المغرب بتتطور. واوعوا ان واقعة زي بتاعت حسين الشحات والشيبي تنسي الناس ان كل الجماهير العربية كانت واقفة جنب المغرب في كاس العالم، وكنا بنعتبر المنتخب المغربي ان هو زيه زي منتخب مصر، والعكس كان بيحصل. ومش هنسى تصرف من الجماهير المغربية لما نزل حسن شحاتة لما كان مدير فني لنادي الزمالك، كان بيلعبوا المغرب الفاسي، وكل جماهير المغرب وقفت في الاستاد لحظة نزول حسن شحاتة بتسقف له احتراما وتقديرا. وبالتالي نفس الامر في تصرف غلط حصل ما بين ايا كان التصرف. الشيبي تعرض لموقف محدش يتحمله ولا يقبله نهائي نهائي نهائي، حتى لو اللاعب اخطأ وشاور ليه جماهير النادي الاهلي، ما بقولكش ما اخطأش، لكن الواقعة اللي تم ارتكابها تجاه اللاعب ما فيش بني ادم على وجه الارض يقبلها على نفسه. وانا عمري ما هقبلها يا اسلام.